الشأن القضائي. وفي تصريح لي لقناة نسمة أكد الأستاذ هيكل مكي أحد أعضاء لجنة الدفاع عن رجل الأعمال سليم شيبوب رفض دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مطلب الاستئناف وتأييد قرار قاضي التحقيق بالتمديد في إيقاف منى وبهم على ذمة التحقيق في القضية المتعلقة بصفقة محطة توليد الكهرباء برادس لمدة 4 أشهر إضافية. هذا وصرح هيكل مكي بإمكانية دخول سليم شيبوب في إضراب جوع وحشي في الأيام القادمة على خلفية هالقرار. إلا الموت بتفرقني بالطرف، إلا الموت فرق بين سليم شيبوب بالله يا ربي فهمني وش ندير، نسكت عن اللي يصير ولا طريق الحبس نسير، نسكت عن اللي يصير ولا نبلغ نطير، نترك المنات وشوشة نحضر خيوط، كاين فينا التلفيق وكلامك لو مش مقبول، شكون على بالو بيك عادي تتعدى مظلوم، نحزنك نشوف خويا وراهو ضاروب المظلوم، نحزنك نشوف خويا وراهو ضاروب المظلوم، سيدي القادر ما فهمناش نحبه. إذن أنا كرئيس نادي أنا متعصب لجمعيتي، كرئيس نادي أنا أنتمي لجمعيتي، ونحب المحب للترجي يكون متعصب للترجي وينتمي للترجي.